من ساعة ما النتيجة طلعت وأمي كل شوية تقولي انزل اشتغل في الأجازة لحد ما الدراسة تبدأ، وأنا عشان أخلص من كلامها نزلت أشوف شغل، ويا ريتني ما عملت كده. مبدئيا أنا أول ما نزلت قابلت واحد صاحبي وعرف إني بدور على شغل، فلقيته بيقولي سبحان الله، ده أنا بدور على حد ينزل شغل معايا بس مش لاقي، كويس إننا اتقابلنا. فسألته والشغل عبارة عن إيه؟ قال لي مفيش، ده شغل بسيط جدا وهم ساعتين 3 في اليوم، هنروح نشتغل في قاعة الأفراح اللي على أول الشارع. حاولت أهرب منه بشياكة عشان قلت أكيد هروح يدوني 200 جنيه ومش هعرف امسك اي فلوس، بس لقيت صاحبي بيقول لي يا عبيط، ده احنا هناخد في الساعتين دول 1000 جنيه. فطبعا عيني زغللت وقلت له خلاص انا هطلع البس حاجه كويسه وجاي معاك. وفعلا طلعت وقلت لامي اتمني اي حاجه بتحلمي بيها لحد ما انزل اشوف الشغل الجديد. وامي بقت تدعي لي، بس تقريبا كانت سرحانه وهي بتدعي والدعوه جت غلط، بس اكيد مش هتشوف اسم سيدنا محمد ومش هتعمل لايك ولا تصلي عليه. فلبست ونزلت لصاحبي ورحنا نشوف الشغل عشان اكتشف اني هشتغل غوريلا في الافراح. ودي حقيقه فعلا، عشان لقيت صاحب البوفيه جاي يديني بدله الغوريلا وبيقول لي بتتلبس ازاي، بس عادي انا قلت اجرب مش هخسر حاجه، وكده كده انا جوه البدله محدش شايفني. والراجل قال لي بكره في فرح، عاوزك تيجي بدري وترفع راسي. مشيت وجيت تاني يوم ودخلت من غير ما اعرف الفرح بتاع مين عشان انا جاي اشتغل وخلاص. فلبست البدله ودخلت الفرح انا وصاحبي نرقص مع الناس، وللاسف طلع الفرح بتاع واحده انا كنت اعرفها زمان. فبقيت ارقص وانا عماله اقول يا رب ما الغوريلا تعملها معايا والدماغ تقع من البدله، عشان لو شافتني هتفضل تضحك لحد ليله الدخله. واللي ما كنتش عامل حسابه بقى انه وانا برقص مع اصحاب العريس وبحلل الفلوس كانوا مصممين اني اقلع وش الغوريلا عشان العريس عايز يتصور بيه. ومن هنا لهنا لقيت نفسي بيتعمل عليا دايره وواحد بيقول لي اقلع. وطبعا مش هحكي لكم الضحك اللي حصل عشان البنت شافتني ووقفت رقص مخصوص عشان تعرف تضحك.